السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت حابب أعرف المبتلى بحب الشهوات أو ذنوب الخلوات ماذا يفعل، مع العلم أنه حريص على ورد يومي من الأذكار وقراءة القرآن الكريم وصلوات النوافل. وهل يعتبر السؤال مثل تلك الأسئلة مجاهرة بالمعصية؟ وفقك الله يا غالي. ربنا يجزيك خير ويبارك فيك ويسر لك أمرك ويوفقك لكل خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فأنت المجاهرة بالمعصية دي لما أنت تبقى بتجاهر بيها تفاخرا أو استهتارا، إنما أنت يعني تعلق قلبك بشيء أو تريد بشيء من المعصية فبتسأل رجاء يعني إنك تعرف الإجابة فتتوب إلى الله عز وجل، فده مش من المجاهرة بالمعصية. وإن كان الأفضل يعني إنك تقول لا تنسب يعني الفعل لنفسك، وتسأل في العام، يعني تسأل السؤال بطريقة عامة، تمام؟ عشان إيه لا يلتصق بك يعني، والله المستعان. سبحان الله يعني لازم تعرف اللي احنا سبحان الله جبلنا على المعصية. يعني احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن الله عز وجل له أسماء وصفات تسري في عباده الذين يذنبون، تمام؟ الله عز وجل تواب، غفار، رحيم، رحمن. فسبحان الله لما تعرف انك جبلت على المعصية، لما تعمل معصية ترجع على طول، وفي نفس الوقت تعرف في المقابل ان زي ما ربنا عز وجل ترك لك باب التوبة، انك انت لو تماديت في ده بعلمك ان الله عز وجل مطلع عليك باستصغارا لذنبك، فلعل سبحان الله عز وجل يكون اهون الناظرين اليك، ففي المقابل الله عز وجل لا يرزقك العافية، فأنت تبقى في خوف ووجل إنك أنت تموت على تلك المعصية. فتبقى عارف إن لو حصل حاجة إنك ترجع وتكون أواب وتواب لله عز وجل، ولكن في نفس الوقت إنك تخشى إن يختم لك بده، فدي المشكلة. وأول حاجة سبحان الله يعني لعلي كنت قاعد بكلم بنتي وأنا واخدها للدكتورة يعني، فبكلمها عن ربنا عز وجل. الله عز وجل الذي خلقنا والذي رزقنا بكل اللي احنا فيه من سمع وبصر وأفئدة وأعضاء، وحرم منها أناس كثيرون، تمام؟ إن ده ليه ضريبة، ليه تمن، إن احنا مفروض إن الله عز وجل يرى منا ما حرم منه غيرنا. يعني انت سبحان الله في ناس قاعدة في السراير ما بيتحركش غير راسها، وانت الله عز وجل اطلقك في هذه الحياة. فاحنا محتاجين اللي احنا يعني نري ربنا عز وجل من انفسنا خير، وخاصة لما يكون العقاب على ذنوب الخلوات او اللي الواحد يستخف بده عظيم. فاولا سبحان الله عز وجل الذي رزقك، لازم تعرف انت لو بتحب حد قوي قوي، وطبعا انت بتحبه لانك بتستشعر نعمته عليك، فتبقى انت عايز تفرحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبين هو كذلك، يعني خلاص الراحلة هربت منه وهو في وسط الصحراء، فهو يعمل ايه؟ فهو يعني ايه؟ قعد تحت الشجرة أيس منها ينتظر الموت، فبين هو كذلك إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، يعني نجا بعد ما خلاص هو الراجل كان هيموت، تمام؟ عليها كل حاجة وهو في وسط الصحراء، فقال من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
فانت لما تعرف انك اللي انت هتعمله ده هيفرح حد، وكمان الحد ده هو اللي ليه فضل عليك، مفروض انك تبقى سباق لده. يعني انت يبقى جواك اولا عرفنا ان انت هتذنب، فتسرع في التوبة وتسرع في الاستغفار مخافة انك انت يعني ايه يختم لك بده. فلما انت تعرف انك توبتك دي ورجوعك لله عز وجل هو شيء يعني ايه يفرح ربنا عز وجل، المفروض انك ترجع بسرعة جدا للتوبة. الله عز وجل ايه قال اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اذهب عبدي فقد غفرت لك، وهكذا. ولا يمل الله حتى تمل. يعني انت لما تمل من التوبة ومن الرجوع ومن الرجوع ومن الرجوع، الله عز وجل ايه يمل، خلاص يتركك. فانت تاني تسارع في التوبة بسرعة لو حصل حاجة، تستشعر فرحة ربنا عز وجل بتوبتك فتعود له. تعرف سبحان الله أثر المعصية دي في تأخير أرزاق عنك وحرمانك منها، وفعلك للطاعات وتقريب الأرزاق منك. لأن سبحان الله يعني أي ذنب بتعمله بيبقى ليه انعكاس، الانعكاس ده بيبقى في حاجات كتيرة. ممكن يبقى في انقباض في النفس، ممكن يبقى في تقليل في الرزق، ممكن يبقى في بعد الشيء انت كنت بتتمناه، لدرجة انك انت ممكن تبقى بتحب واحدة والذنب ده يعني يحرمك ان ربنا عز وجل يرزقك بالشخص ده. فتبقى دايما خايف اللي هو اذا انا لو عملت دي هلبس في حاجة، تمام، لو عملت دي هلبس في حاجة، فلا انا عايز الامور بتاعتي تتيسر. فتاني اعرف اللي انا محتاج ارجع على طول، اعرف ان الذنب ده هيؤثر عليا في شيء من الامور التي يعني اتمناها. اعرف ان ربنا عز وجل بيفرح برجوعي له. اخاف ان انا اقبض على مثل تلك الامور. شوف ربنا عز وجل يقول لك يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ربنا عز وجل عليم بنا، حكيم عز وجل، بين لنا الخير وبين لنا الشر. والله عز وجل هو يريد اللي هو يتوب عليه، وعرفنا سبحان الله مآلات ما كان قبلنا من القرون لنتعظ. الله عز وجل يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يبين لكم أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يعني ربنا عز وجل يعني يريد أن يخفف عنا بتبيينه لنا للحق. فأنت لما تعرف ربنا عز وجل برحمته وحبه ليك وإرادته الخير ليك، فأنت ومراقبته لك، فتقعد اللي أنت كل ما بتحط الحاجات دي قدامك وتبقى خايف اللي أنت لو عملت الذنب ده إنك تقبض عليه أو يحرمك شيء من الدنيا، تمام، وانت بتعمله في حق الذي اصلا رزقك بكل تلك الجوارح، واللي هو ممكن ياخذها منك في لحظه. تقعد تحط في نفسك امور كثيره. يعني انت عارف لو عندك سفينه كبيره في البحر ومش معاك غير خيوط رفيعه، بتقعد تكسر الخيوط الرفيعه دي تربط بيها السفينه عشان ما تشتش، تمام. الاحبال الخفيفه دي كل الكلام اللي بقول لك عليه ده، رجوعك للتوبة السريعة، عالم انك تعلم ان الله عز وجل يفرح بتوبتك، انك تخاف المردود بتاع الذنوب ده عليك هيبقى عامل ازاي، تمام. فتاني يعني الحاجات دي لما بتستشعرها وتستشعرها زي انك تتعلم عن الله عز وجل، انك تتعلم عن الله عز وجل. لان الله عز وجل قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فأنت دايما تخيل ان اللي فيه حد باصص عليك من الناس، والله عز وجل محيط بكل شيء انت بتعمله. فالاستشعار ده يحسسك لا انا ربنا عز وجل شايفني، او ان لم اكن اراه فهو يراني. فاستشعارك لده برضو بكثرة العلم. وتخاف تخاف من الجزاء السيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء
فجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فأنت تخشى لربنا عز وجل لا يعافيك يوم القيامة، فلا يعافيك يوم القيامة، فتبقى أنت عملت كل اللي أنت عملته في الدنيا، ويجعلها الله عز وجل هباء منثورا في الآخرة. وتعرف أن ربنا عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فتلاقي نفسك سبحان الله أثر الذنوب والمعصية ده بتشوفه في كل حاجة في حياتك. يعني السلف كان يقول لك إيه: كنا نرى أثر معصيتنا في سوء خلق أزواجنا ودوابنا. تصحى كده تلاقي الدنيا إيه؟ مش سالكة، الدنيا مش ماشية. وفي حاجات بقى يعني إيه سبحان الله أنت ممكن تأخذ بيها عشان ربنا عز وجل يصرف عنك تلك الأمور. إنك تقلل من القعدة لوحدك، تقلل من القعدة لوحدك، لأنه سبحان الله الشيطان يعني إيه، يعني لما أنت تبقى لوحدك يقعد يوسوس ليك. فلو أنت عندك كمبيوتر أو لو أنت عندك لابتوب، دايما حاول تحطه في مواجهة الباب، يعني يبقى ظاهر للناس كلها، يبقى ظاهر للناس كلها. ودي حاجة يعني لازم الناس كلها تعملها، لأن سبحان الله الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فأنا دايما أنا أحمد أنا بشتغل على ورك ستيشن، يعني أنا ما بشتغلش على لابتوب، تمام؟ فبروح دايما حاطه في مواجهة الناس كلها تشوفه، فأفكر مليون مرة قبل ما أعمل حاجة غلط، لأن أنا عارف اللي إيه ممكن حد يلقطني، فما بالك ربنا عز وجل، تمام؟ فأول حاجة تقلل من الجلوس في الخلوات. تاني حاجة انك تشغل وقتك، لان ايه الفراغ مهلكة، الفراغ مهلكة. ولو انت عندك وقت كتير فرصة انك تقع في الغلط اكبر بكتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنموا 5 قبل 5. فانت ادرك نفسك وادرك الفراغ اللي انت فيه ده بانك تشغله ازاي؟ انزل دور على عمل لو انت ما بتعملش، ايا كان العمل ده ايه هو، لان انت لو نزلت عملت وقابلت ناس وبتاع، سبحان الله الشغل بيجيب شغل والرزق ايه بيجيب رزق. فانت اشغل وقتك، وفي الوسط تيجي الصلاة تروح تصلي، وانزل صلي في المسجد، ما تقعدش في البيت، ما تصليش في البيت، انزل صلي في المسجد. تشوف ناس هي كمان ما أتت إلى المسجد إلا لابتغاء مرضات الله عز وجل. والله عز وجل قال: أولئك القوم لا يشقى بهم جالسون. فأنت لما تروح وتبقى حواليهم الله عز وجل ييسر لك إيه حب التوبة وحب الخير، تمام؟ طبعا ثالث حاجة انك تلجأ الى الله عز وجل وان تكثر الدعاء جدا. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك: واسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فانت اكثر الدعاء بأدعية زي دي، أدعية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فأنت اقعد ادعي ربنا عز وجل بتلك الدعوات، الله عز وجل يوفقك للتوبة. وتاني وتعرف ان الامر مش سهل، فانت تكثر في مجاهدة نفسك بقى بالاذكار والاوراد والاستغفار. يعني كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد من 70 ل 100 استغفار، وربنا عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم إليه. فأنت ركز جدا، يعني ركز جدا في الموضوع ده. أنت عارف السلف كان بيقول لك إيه؟ بيقول: اتق الله أن يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليك. فأنت دايما حاول تقعد تستشعر حتة اللي هو لو في شخص كان قدامي ما كنتش هقدر أعمل القصة دي خالص، تمام؟ فما بال انك تستشعر اللي ربنا عز وجل يراك اكن واحد في ظهرك كده. واعلم يعني 5 أو 6 حاجة، اعرف اللي سبحان الله ستر ربنا ليك عز وجل، يعني ان الله يمهل للظالم حتى اذا اخذ لم يفلته. فانت تخاف اللي ربنا عز وجل يفضحك، فبقى بتبقى مصيبة. سبحان الله تلاقي ربنا عز وجل سيطر عليك،
وسبحان الله الله عز وجل ايه يزيل ستره عنك فيفضحك. موضوع بيبقى صعب جدا 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 جدا، وبتلاقي عدم توفيق في حياتك لانك انت بقى كل الناس بقت عارفه انت بتعمل ايه، فبقت مصيبه سبحان الله. وتخشى اللي انت حتى مش المصيبه في الدنيا والفضيحه في الدنيا، فضيحه كمان في الاخره على شهود الخلائق كلهم بقى. تمام. سبع حاجه اللي هو ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه زي ايه، عليكم بهادم اللذات. انت دايما تذكر انك ممكن تموت في اي وقت، فتحاول ان اخر ما تكون عليه يكون في الخير، يكون في الخير، لانك ممكن تموت اي واحد وانت بتشوف القصص. واحد مات مثلا وهو بيعمل عمل غلط، واحد ربنا ختم له مثلا في الحمام وهو بيعمل حاجة غلط، واحد مات وهو بيزني، فاهم؟ فانت استشعر حتة انك ممكن تموت في اي وقت. تامن حاجة انك انت تلزم مصاحبة الصالحين، لانهم هيعينوك على طاعة ربنا عز وجل، وانت ابتعد عن مصاحبة اهل السوء، وتكلمنا في المسألة دي، لانهم هم اللي بيعمل غلط ما يحبش يعمل غلط لوحده، اللي بيشرب مخدرات ما يحبش يشرب مخدرات وحده، اللي بيتفرج على افلام في ناس كتيرة جدا تلاقيهم ايه بيصاحبوا بعض في الغلط، لانه بمجرد ما بيحس ان في ناس حواليه بيقل تأنيبه لضميره. انما هو لو في صحبة صالحة، وكل واحد الله عز وجل قال ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تلاقي اللي كل واحد بيذكر التاني. تمام. فلما كل واحد يذكر التاني تلاقي اللي انت ايه العمل الصالح ييسر لك، والعمل الصالح او الفاسد ايه سبحان الله الله عز وجل يبعده عنك. فانت اكثر من مصاحبة الصالحين وابتعد عن مصاحبة البطالين. تمام. وعود نفسك زي ما قلت اللي انت ايه تتوب على طول. عملت حاجة توب الى الله عز وجل وتحرك على طول، السر بالسر والعلن بالعلن. يعني انت لو عملت حاجة في العلن تتوب لها في العلن، ولو عملت حاجة في السر تتوب لها في السر، وتتحرك. يعني كل ما تذنب تتوب، تذنب تتوب، تذنب تتوب، لغاية لما تموت. فاهم؟ واعرف اللي سبحان الله من ترك شيئا لله عوضه الله شيئا خيرا منه، ومن ترك ذنوب السر في الخلوات الله عز وجل يوفقه للشعور بالرضا، للشعور بالسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للشعور بالتوفيق. فانت استشعر ده، استشعر اللي انت لو بطلت ده الله عز وجل تراه يراك يرزقك بالخير الكثير. فانا قلت لك مثلا بتاع 19 حاجات حاول اللي انت تعملهم. وزي ما قلت كلنا هذا الرجل، وكلنا نجاهد انفسنا، والله عز وجل قال ايه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله عز وجل يقينا يهديك الى سبيله، سبيل الحق. والله عز وجل قال اذا تقرب الي عبدي شبرا تقربت اليه ذراعا، واذا تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، واذا اتاني مشيا اتيته هروله. فانت لما تتقرب الى الله عز وجل شبر وتكثر الدعاء، والله عز وجل يرى منك الخير، الله عز وجل ياتي بك الى طريق. وسبحان الله بمجرد ما ربنا عز وجل اتى بك تلاقي الدنيا ايه اتفتحت. وزي ما قلت لك يعني ايه، اشغل نفسك بالخير، وابتعد عن الجلوس لوحدك، واعمل حاجات، انشغل باعمال الخير، اعمل، شوف، انزل بر اهلك، انزل اشتغل، اقعد ذاكر، حسن من مستواك في حاجات، فاهم؟ ما تقعدش قاعد، ادرس علم شرعي، اشغل نفسك. تمام. وللاسف يعني اكثر الامور اللي الناس دلوقتي للاسف وخاصه الشباب وقع فيها هي موضوع الافلام الاباحيه والحاجات دي. ليها حاجات ممكن تتفرج عليها زي واعي، وتدخل في مجموعه عشان تعافى ويبقى ليك زي ستريك والناس متابعاك. ففي دلوقتي اللهم بارك سبل يسيره تقدر تتبع بيها ترك العادات السيئه، وخاصة الحاجات الخاصة بالإباحية وإطلاق البصر. ويعني ده اللي معظم للأسف الشباب مبتلى بيه. فأنت ممكن تدخل في حاجة زي واعي وتدور عليهم هتلاقيهم يعني، وتمشي معاهم في واحدة من البرامج بتاعتهم لغاية لما ربنا عز وجل يتوب عليك يعني. والله المستعان. ربنا يا رب يبارك فيك وييسر لك أمرك. افتكر الله عز وجل يريد أن يتوب عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.